الحقيقة هي قصة مؤثرة. كنت في محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي. فإذ بأحد الأخوين السوريين بيقول لي: يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت: أهلا وسهلا، تعالى يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له: قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ جاي لنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير، بيقول عندي أساطيل وشركات طيران وعندي أموال وما شاء الله. يقول: ومع ذلك، بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال: ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي: ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أراه إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا إخوانا أنا دخلت بيته، وإني دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي أن تربة هذا الحوض بظهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاية من بريطانيا، والتربة دي جاية من استراليا، يعني تربة بالظهور منقولة بالطيران إلى الحوض. يعني إبداع جمال عجيب. الشاطئ الآخر أو الجانب الآخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء. يعني مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وأنا جالس أن هو المكان زجاج، فأنا أنظر إلى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الآن في أمريكا وصل 30 أو 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فأنا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فأنا راجل فلاح مشغول قوي. طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي؟ فهو يعني قرأ نظراتي، فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليد من على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الأحذية أعزكم الله اتغطت بالثلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي يركب فيه ومد الحذاء، فلمع له الحذاء. قلت: ده سئم الحياة، امال احنا نقول ايه؟ سبحان الله. لأنه هو أعطى البدن كل ما يشتهيه، ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن، ألا هو الروح. وأنت حضرتك بتعطي البدن ماشي، طب هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط حتما لينكسر جناحه الآخر، مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. الشاهد سبحان الله، قلت له: طب وإيه اللي يعني أتى بك اليوم؟ قال: الرجل السوري ده أنا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي أغسل فيه وجهي، أخونا بيتوضأ. فهو انفعل جدا وغاضب، قال له: أنت ما عندكش ذوق ولا عندك أدب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي أنا بغسل فيه وجهي؟ قال له: أنا بغسل رجلي دي 5 مرات، يعني أنظف من وشك. والله انتوا هتودونا في داهية. انا ما قلتش حاجة. فقال له: انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له: ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له: انا اتوضأ 5 مرات او اكثر. قال له: ليه تتوضأ؟ قال له: عشان اصلي. قال له: يعني ايه الصلاة؟ فوضح له بكلمات قليلة. وتصلي ليه؟ قال له: لله. قال له: من الله؟ ما عرفش حاجة. سبحان الله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله. فالمهم قال له: طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا؟ قال له: لا أعوذ بالله، ديني يحرم عليه الخمر. قال له: طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان وأنا صاحب الشركة
مانيش حاسس بالفرح والسعادة اللي انت عايشها. قال له الحمد لله علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحفظه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده أشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا إن صدق. قال له أنا صادق، قل لي أعمل إيه وأنا أعمله. قال له طب اغتسل، استحمى يعني، تحمم فاغتسل وجاء به إلى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب، زي ما رزقت بالأمس في الكويت بغير سبب، واحد ردد الشهادة الحمد لله. هذه أرزاق بقى، أسأل الله أن يجعلناكم من الصادقين. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به. قلت له طيب يلا قول ورايا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أخوانا وكنت يومها أشعر لأول مرة بثقل الشهادة. شوف احنا بنرددها سهلة وميسورة، لكن والله ثقيلة جدا. ينطق الرجل الكلمات أو إن شئت فقل الأحرف كأنه ينقل مع كل حرف صخرة من جبل لآخر. فلما أنهى النطق بالشهادتين بكى وارتفع صوته وارتجف جسده، فقام الإخوة ليسكتوه. قلت اتركوه، اجلس أخته اقعد. ولما أنهى بكاء قلت وأنا أسألك ليه بكيت؟ قال لا 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 قل لي أنت الأول. قلت له أقول لك إيه؟ قال لي قل لي السر في الكلمة التي رددتها الآن. قلت له ما هو؟ قال لي أشعر الآن براحة ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام، نعمة شرح الصدر بالإسلام. فوالله احنا في نعمة عظيمة جدا، وأنا بقول أشرف وأطهر نعمة هي نعمة